فيلم نابليون هو الفيلم الجديد للمخرج رادلي سكوت والممثل خواكين فينيكس، وهو من اهم افلام السنه نظرا لاسم المخرج والممثل. كمان قصه الفيلم هي من اهم القصص التاريخيه، وهي قصه نابليون بونابرت. عجبني سيناريو الفيلم، استعراض حياه نابليون كان جيد جدا، وعلاقته الرومانسيه مع جوزيفين وده تقريبا واخد وقت كبير من القصه. الجانب الدرامي كان متماسك وممتاز، كمان السيناريو قدم تفاصيل كتير ومهمه، والمشاهد الحواريه جيده جدا. ولكن زي ما في مميزات اكيد في عيوب. زي ما قلت، رغم ان علاقه نابليون وجوزيفين عجبتني، لكنها اخدت وقت كبير وخلى السيناريو يهمل حاجات تانية مهمة. كمان الايقاع كان معظم الفيلم بطيء، وتحس ان الاحداث وقفت مرة واحدة. بشكل عام سيناريو الفيلم رغم اعجابي بيه، لكن ما ينفعش انكر عدم تماسك الاحداث في اغلب الفيلم. الاداء التمثيلي كان رائع من خواكين فينيكس، وعنده لحظات درامية جيدة جدا، وكمان في لحظات جنون في الشخصية وهو قدر يجسدها بشكل ممتاز، وكذلك اداؤه البدني. فانيسيا كيربي رائعة وعندها لحظات مع خواكين عظيمة جدا، وكمان هي مش اقل منه في الفيلم ده، ولا في التمثيل ولا في الموت. على مستوى الاخراج ريدلي سكوت قدم معارك فيها بصمته، كانت عظيمة وممتعة، وخصوصا المعركة الأخيرة تسلسلها كان سريع وممتاز ومليانة تفاصيل وتتشاف أكتر من مرة. كمان على مستوى إدارة المجاميع هو كان رائع جدا. باقي العناصر السينمائية كانت ممتازة، زي التصوير والألوان والمونتاج ومكساج الصوت والموسيقى التصويرية والملابس والمكياج. الفيلم عجبني رغم عيوب السيناريو، بس هو عنده مكافآت برضه حتى لو كان في بعض من الملل، ومع العلم إن لسه في نسخة تانية من الفيلم مدتها 4 ساعات، لسه مش عارف الصراحة هتنزل إمتى. تقييمي النهائي 8/10.